صباح الخير، ايه الاخبار؟ البارت اللي فات احنا اتكلمنا ليه مش بنكمل، والنهارده هنتكلم ازاي نعرف نكمل، ازاي نبدأ الحاجة ونعرف نكمل فيها للاخر. اول حاجة بجد الموضوع ده زي اي حاجة بتحتاج تدريب، بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود كبير قوي عشان نعرف خلاص نعود نفسنا ان احنا بنكمل. هي بجد حاجة زي تدريب عقلك انك تذاكر، زي تدريب عقلك انك تتمرن رياضة جديدة كده. ايه الخطوات اللي نقدر ناخدها عشان خاطر نعرف نكمل؟ اول حاجة بجد يعني على حسب الحالة اللي انت وصل لها فين. لو بجد مش الدنيا عندك بايظه والاتنشن سبابن زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، الدنيا بايظه خالص، هنبدا بشروط عادي. ان انت بتقلب في الموبايل، بتقلب في التيك توك، هتكمل الفيديو للاخر. وكمان بيبقى فيه فيديوز طويله شويه على تيك توك، كملها للاخر، اقعد اسمعها للاخر. طبعا هنا بتكلم يعني عن الحاجات الكويسه المفيده يعني. تاني حاجة، الستيب الجاية على طول هي انك مثلا فاتح فيديو على اليوتيوب بيبقى الفيديوز طويلة شوية. برضو هكمل الفيديو للاخر، هحاول اجبر نفسي اني اكمل الفيديو، اقعد اكمل الفيديو للاخر ايا كان هو ايه او ايه محتواه. هقعد اكمله للاخر، مش هسيبه في النص. بتفرج على حلقة من المسلسل هكملها للاخر، هسيب الموبايل، هبعد عنه، مش هبقى قاعدة بقلب في الموبايل بايدي اليمين وسايبه المسلسل شغال. لا، هركز، هبقى قاعدة بتسلى بالوقت ده، فعلا قاعدة مركزة في الحلقة دي. الفيلم اخلصه للاخر، المسلسل اخلص الحلقة للاخر، ما ادخلش على حلقة تانية غير وانا عارفة ان انا اخلصها للاخر. بجد والله هي ستيب تبان مش مؤثرة، بس بجد انت هتبدأ تست لعقلك مايند سيت مختلفة خالص. ان لا انا بكمل، لا انا هكمل، ومش مش هسيبها عشوائية كده، حتى في المسلسل، حتى في الفيلم، حتى في كل حاجة. بعد كده هناخد الستيب اللي بعدها، ان انا هقعد في محاضرة، هكمل المحاضرة للآخر بالخاص. يعني هنا بتكلم على الحاجات اللي احنا متحكمين فيها، يعني المحاضرة ريكوردد. انا هنا كده كده محاضرة الجامعة خلاص، لو انا قاعدة غصب عني بحضر، يعني انا في حد جابرني، انا بقى بتكلم هنا في الحاجات اللي مفيش حد هيجبرني على حاجة. المحاضرة ريكوردد اللي هقعد اسمعها في البيت دي، هبقى قاعدة انا هخلصها كلها. انا مش بقولك يو هاف انك تبقي يعني فوكس الساعة بتاعت بالعكس، انت هتبقي بتموتي، بس كمليها للاخر، كمليها، حاولي تكمليها للاخر. علشان ناخد الستيب اللي بعدها. الستيب اللي بعدها اني مش جاست بكمل المحاضرة للاخر، لا، انا فوكس بنسبة 70% على الكلام اللي بيتقال في المحاضرة بقى، اللي هي الاوف لاين والحاجات الريكوردد. علشان يعني هنا ابدا امرن علي، انا مش بس بكمل، لا انا بكمل ومركزة، انا واعية ايه اللي بيتقال قدامي، مش عقلي في حتة وانا في حتة. بس بجد هي مش بتنفع غير بستبس، واحدة واحدة. الحاجات الصغيرة هي اوريدي الحاجات الصغيرة هي السبب في الحالة اللي احنا وصلنا لها. ف بنرجع نريست من الحاجات الصغيرة اللي عملت فينا كده. تمام، دي اول ستيب. طيب، تاني ستيب، انك دي انا بقى فيها كتير قوي، ما تتحمسش، بجد ما تتحمسش الحاجة جامد قوي. اولا الحماس بيحسسك ان انت الحاجة دي انت وصلت لها خلاص، يعني احلام يقظة بقى، او حتى اللي هو خلاص انت داخل تنام، تخيلت نفسك نجحت، تخيلت نفسك طلعت الاول، تخيلت نفسك في الحتة اللي انت بتتمناها، فبتحس من جواك ان خلاص انا عملت، انا وصلت. بس اكشلي انت ما وصلتش. فحاول ما تتحمسش، حاول تعمل تحديد لاحلامك شوية، اللي هي ما تحلمش بالنهاية قوي قد ما تحلم ازاي هتوصل لها. بجد الموضوع ده انا عانيت منه سنين وكتير قوي، وضيعت لنفسي فرص ان انا قعدت اتخيل نفسي يا لما اوصل، يا لما مش عارفه هبقى فين، وليت اني ما اشتغلتش صح دلوقتي. يعني اللي هو المفروض دلوقتي انا عايزه اشتغل عشان اوصل للحاجه دي. كنت اللي هو مثلا يعني اكتر حاجه واضحه دلوقتي لما كنت بقدم على ستيم، انا قعدت اتخيل كتير وانا في السكن ومش عارف ايه وكده، بس انا بعترف ان انا حاسه ان انا ما عملتش المجهود الكفايه اللي كنت المفروض اعمله عشان ادخل المدرسه دي.
وانا مش فارق لي، يعني انا الحمد لله ان انا ما دخلتش المدرسه، بس انا بتكلم على واقع ان انا قعدت حلمت كتير قوي، حلمت كتير قوي 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 اكتر من ما انا ذاكرت للامتحان. ف فبجد يعني انا اتعلمت الحته دي من هنا. لا ماشي، احلامي اوكي، اتس فاين. واحلامي لاعلى حاجه واكبر حاجه، مفيش حدود للطموح، بس في حدود للتخيل. حددي تخيلك علشان يبقى الحقيقه هي اجمل حاجه، الحقيقه اللي هتشوفيها هي احلى حاجه في الدنيا. كمان نقطه تانية، ما هو التخيل ده بيديك حماس كمان وهمي انك تقدر تعمل حاجات كتيره قوي طاقتك كبني ادم، فبيحصل لك احباط، اللي هو انت مثلا عايزه اطلع الاول على الدفعه، فتروح حاطط منهجك ومنهج تالتة ورابعة انك هتذاكره في اسبوعين 3، فطبعا مستحيل تعمل حاجه زي كده، فبيحصل لك احباط من كل حاجه بقى، او مش احباط عادي، انت بتحس انت بني ادم فاشل، ان انت الحاجه دي كبيره عليك، هي مش كبيره عليك ولا حاجه، بس انت اتحمست غلط، انت اتحمست زياده عن قدرتك وعن الطبيعي اساسا. انا عشان اكمل في حاجه لازم احط خطه، وهنا خطه واقعيه منطقيه دي قد طاقتي، قد ظروفي، قد الحاجات المسؤوليات اللي عندي. ما تحمسش وانا بحطها، ابقى مختاره وقت، مش هقولك انت مرهق او تعبان فيها، بس وقت انت مش في الاكستريم بتاعك في التخيلات. ما تاخدش حاجه اصلا، ما تاخدش قرار في الاكستريم ده، يعني لا اكستريم تحت ولا اكستريم فوق، وانت كده صاحي هادي في يوم عادي، عندك شويه مسؤوليات في اليوم، فهتقعد تبلان لحاجه، انت مدرك ان الدنيا مش بالفراشات اللي تخيلتها وانت داخل تنام امبارح بالليل. انا دلوقتي احط البلان، ممكن نعمل بورت ازاي نبلان وكده، بس خلينا نتكلم في نقطه مهمه. لما باجي بحط بلان، دي حاجه انا ما كنتش بعملها واتعلمتها مؤخرا، اني بحط للبلان دي ديدلاين منطقي، عشان احنا برضو العيب بتاعنا بتاع اني بحط الديدلاين بعد اسبوعين، ان انا عايزه اتعلم حاجه ايا كانت ايه هي الحاجه دي، عايزه اتعلمها في اسبوعين، عايزه ابقى زي اللي عنده خبره 30 سنه فيها في اسبوعين بس. وانا ازاي مش يعني، بعيدا ان احنا بنقعد نهزر على الحته دي، بس بجد دي حاجه حقيقيه، وحتى لو انكرناها احنا بنعملها. فبجد بنحط ديدلاين منطقي. يعني انا بشوف مثلا ان مثلا انا عايزه اتعلم لغه، تقريبا اللغه بتاخد 6 شهور عشان نعرف نتقن اللغه، بس 6 شهور انت اللغه دي هي اللغه دي ايا كانت هي ايه، انت خلاص هي دي اللي انت شغال عليها. ف خلاص انا المنطقي ان انا هحط 6 شهور. لا هحط تعلم، انا اتعلمت الاسبانيه في اسبوعين، انا اتعلم ماشي اوكي، الحاجات دي حاجات هي ان البني ادم بيتشالنج نفسه، بس هو عارف ان ده just a challenge، just فيديو، just يعني بيكون ليها اي نية غير نية ان انا اكون اتعلمت اللغة، يعني نية ان انا بشوف عقلي هيقدر يوصل لايه، او بعلي عليه ازاي، او ايا كان ايه اللي بعمله. هي بجد بتكون اي حاجة الا ان انا اكون بقول ان انا بعد الاسبوعين دول انا اتقنت كذا. مش منطقي ومش صح، ومفيش حاجة يعني valuable قيمة الا لو بتاخد وقت. دي قاعدة ثابتة عامة ما فيهاش، مش هنفتكس فيها بصراحة. يعني ماشي في حاجات ممكن نخلصها اسرع، دي بقى بتعتمد على حاجات كتيرة برضو انت المسؤول عنها، بس اساسك انك بجد بتحتاج وقت في اي حاجة انت بتدخلها. فمفيش لغة هتتعلمها في شهر، بس في لغة هتتعلمها في 6 شهور. 6 شهور انت dedicated، انت منتظم، انت مش بس حاطط ديدلاين منطقي، لا انت عندك بلان منطقية، عندك سيستم ماشي عليه. والبلان بنخليها في اللي هو في قاعدة كده اسمها سمارت سيستم، اللي هي ايه، specific، measurable، مش فاكرة الباقي بصراحة، اللي هي يعني المهم ان هي تكون محددة، ليها زمن بتتقاس. انا مثلا باجي بقول انا عايزه اتعلم انجلش، البلان اللي انا حطاها ان انا
محتاجه ايه اكتر نقطه انا ضعيفه فيها، هي السبيكينج. فانا محتاجه اني اعمل حاجه عشان السبيكينج بتاعي يكون كويس. فانا عارفه ان الشادوينج لذيذ، بالنسبه لي لذيذ موت 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 موت، وهو اكتر حاجه بتخليك تتعود على الاكسنت كمان. تمام. فانا ببدا ابلان اني بشوف اصلا فكره ان انا اتعلم انجليش دي حاجه يعني تبع السمارت، هي سبيسيفيك محدده. انا عايزه اتعلم اللغه، اللغه از ان انا اتكلم بيها، مش ان مثلا يعني في ناس بتتعلم عشان خاطر الجزء الاكاديمي، في حاجات كتير. فانا ببقى محدده جدا انا بتعلم اللغه دي ليه، يعني انا عايزه منها ايه في الاخر. بعد كده ببدا احط لها البلان، بشوف ايه الحاجات اللي هعملها، بجمع الداتا بتاعتي والريسورسز بتاعتي كلها مره واحده، بحدد الريسورسز نفسها. يعني مش بسيب الريسورسز كده مليون فيديو بيقول لي كيف تتعلم اللغه الانجليزيه، مش ببدا مليون كورس سوا. يعني ما هي دي من الحاجات اللي بتخلينا ما بنكملش، انك بتروح انت خايف انك مفوت حاجه، انت خايف ان انت طب الكورس ده اكيد في حاجه تانية انا هسقطها لو ما شفتوش. لا، انت مش هتسقطها، خلص بس اللي معاك الاول وبعد كده روح شوف اي حاجه تانية. فانا فتحت اليوتيوب، اخترت ايه، تشانل واحده للشادوينج، تشانل واحده للليسننج. انا حددت قوي كل حاجه 1 2 3 4 خلاص. ده اللي هعمله في مده قد ايه، الساعه هاخد كام ساعه في اليوم. خلاص كده انا سبيسيفيك جدا، انا عارفه انا بعمل ايه، انا البلان بتاعتي واضحه. اخر واهم حاجه واللي كلنا يعني بنكسل نعملها، الريفليكشن. احنا لازم نرفلكت كل مده دي اللي هي اسبوعيا او كل 5 ايام وشهريا وكل 3 شهور وكل 6 شهور وكل سنه. الريفليكشن اهميته من اهميه اي حاجه تانية. الريفليكشن بيقولك انت وقعت ليه. ما احنا مره واحده نبدا في الحاجه، مره واحده نلاقينا وقفنا، احنا اصلا مش فاكرين وقفنا ازاي، ما كملناش ازاي، ايه اللي حصل، مش فاكرين اي حاجه، ناسيين. فحتى بنيجي نرجع نبدا، احنا مش بنبدا من الحته اللي وقفنا فيها، احنا مش فاكرين اصلا احنا وقفنا فين، احنا بنروح نبدا من جديد عشان احنا حاسين ان احنا سقطنا حاجه او نسينا حاجه في الفتره دي. طيب الريفليكشن بيغنيك عن كل ده، بجد. انا النهارده ما قدرتش اشهده، يعني عملت كل حاجه بس ما كنتش قادره اعمل شادوينج. فبشوف ليه ايه سبب عدم يعني ان انا ما عرفتش اعمل شادوينج وكده. يا اما سبب نفسي بقى، ان انا الشانل دي تقيله عليا، فانا بحس ان انا عماله بعيد ومش قادره يعني اجو ثرو اللي انا عايزاه. فساعتها بقف بعمل ستوب هنا، بسويتش الشانل، مش بهرب من المسؤوليه بتاعه ان انا محتاجه اعمل شادوينج. ودي حاجه فعلا عملتها. انا كنت بادئه بتشانل لذيذه موت وكرتون، يعني انا بحب الكرتون، فانا في دماغي انا خلاص انا عايزه اعمل شادوينج على الكرتون. كانت صعبه موت، كانت تقيله عليا، كانت يعني الليفل بتاعها مش الليفل بتاعي خالص. روحت راجعه تاني، دورت على تشانل تانية. ساعتها اي ثينك اخدت التشانل بتاعه اللي هي فريندز، اللي هو مسلسل فريندز، لقيته اسهل شويه، بيتعاد اكتر، يعني مدي مساحه للاعاده اكتر. الدبانه بس يعني افضلوا اعملوا ريفلكشن كل شويه. انا وقفت ليه هنا، انا ما كملتش هنا ليه، انا سقطت النهارده ليه، كنت تعبانه بجد ولا بهرب؟ طب بهرب ليه، بهرب ايه اللي جوه الحاجه مخليني بهرب، ايه اللي مخليني عماله باجلها؟ طب اعالج ده ازاي؟ هل ايت ذا فروج يعني ده هينفع معايا ان انا الحوار تقيل عليا فانا محتاجه ارميه في اول اليوم عشان خاطر احس ان انا انجزت، ما اجلوش، عشان كل ما باجله بقعد ادي اولويات لحاجه تانية احطها قبليه. خلاص يبقى ايت ذا فروج هحطه اول حاجه. و لا، في حاجه جوه البروسيس نفسها مش مريحه عندي، مش مريحه بالنسبه لي، يبقى انا هغيرها. بس هنا هغيرها مش هلغيها، يعني هكون اديتها فرصه كامله. مبسوطه، اتمنى تكوني مبسوطه معانا. هكون اديتها فرصه كامله، يعني ايه، يعني مش من اول خبطه اروح ايه لا مش عايزه، لا مش قادره، لا. يعني اللي هو مثلا شانل الشادوينج دي انا حاولت معرفتش،
سبتها يوم، يعني خلاص اليوم ده انا اعتبرت ان انا خلاص حاولت. جيت تاني يوم حاولت تاني ما عرفتش، خلاص يبقى انا فعلا كده انا مش عارفه اتعامل مع الليفل بتاع الانجليش ده، فانا محتاجه انزل ستيب لورا. فهنا انا ما رحتش لغايه فكره اصلا ان انا اطور الانجليش، عشان حسيت ان انا فاشله. طب ما انا بتعلم عشان انا فاشله، يعني مش عشان انا فاشله، عشان انا عايزه اتعلم، عشان طبيعي اي حد الحاجه لحد ما بيتعلمها بيكون مش فاشل فيها بس مش متقنها، فخلاص اتس فاين. ف بجد يعني خرجوا عقلية الفشل والنجاح وهوصل امتى ومش هوصل اصلا يعني بجد الكلام ده ليا قبل اي حد في الدنيا. هي احلى حاجة في الدنيا البروسيس مش النتيجة. والله احلى حاجة في الدنيا البروسيس. والمجموع التراكمي او النتيجة التراكمية، انك في يوم وليلة، هي مش بتكون يوم وليلة بس انت في يوم وليلة بتتحط في موقف بتديسكفر فيه اللي انت وصلت له. يعني انا بقالي 6 شهور قاعده في الانجليش، رايحه جايه عليه شغاله ملتزمه وعامله كل حاجه وخلاص تحفه، بس انا حاسه ان انا لسه مش كويسه. يعني لسه حاسه ان انا عندي اكتر، او لسه حاسه ان انا مش في ليفل كويس. مره واحده اتحط في موقف، انا في مثلا تورست او اي حاجه ولازم اتكلم مع حالا، خلاص انا في الموقف، فلاقيني بانتراكت كويس، بتكلم كويس، في لغه حوار جميله موت. فهنا انا يعني بكتشف قد ايه ال6 شهور دول بجد فرقوا. بنبسط ساعتها. وبعدين اصلا احنا كمان للاسف دي حته رخمه قوي، ان احنا ما بقيناش نستمتع بفكره التعلم اصلا عامه. انا مش بتكلم على الكورسز، انا بتكلم على كل حاجه. ما بقيناش نستمتع بفكره الاستكشاف. يعني حتى رياضه، يعني انا مش بتكلم على انجلش او على دراسه، انا بتكلم على كل حاجه. مش بنستمتع بفكره الاستكشاف، مش بنستمتع بفكره كنا لسه جونيور في حاجه. بجد دي احلى حاجه، انك تبقى جونيور، انك تبقى قاعد بتتفرج على كل اللي حواليك وما بتهزرش عشان هم اوريدي فاهمين اللي هم بيعملوه، بس انت لسه صغنطوط كتكوت. صغنطوط مش سنا، صغنطوط في الحاجه، فانت لسه بتتعلم. انت اي عك بتعكه زي الدبانه دي، محدش بيحاسبك عليه، بس اللي هو بتستكشف عادي، فاهم؟ بجد يعني انا فاكره من الحاجات اللي انا عملتها واللي انا مبسوطه I'm so proud ان انا عملتها، ان انا رحت اتمرنت رياضه جديده في سن 21. انا عندي 21 سنه يعني، المهم يعني من كام شهر. ليه؟ كنت حاسه ان انا محتاجه ابدا حاجه جديده، حاجه from scratch، اني عمري ما عملتها قبل كده في حياتي. يعني عملت حاجتين، جبت الاكسليفون بس انا اوريدي الاكسليفون كنت يعني لعبت عليه في المدرسه، فيعني عندي شويه، يعني مش اول مره، بس كانت اول مره في حياتي العب كره سرعه. وانا من الناس اللي هو جيلنا كله اللي خلاص بيحس ان هو عجز بعد ال15، اللي هو يا لهوي انا مش هلحق، انا وعماله بجري، انا مش عارفه انا بجري في ساقيه ليه وبجري بعمل ايه ولا اي حاجه. حسيت ان انا محتاجه اروح عامله حاجه فيها من الصفر، ابدا فيها من الصفر، لا افقه فيها شيء، علشان امرن عقلي واخليه يبقى فليكسبل كده، ويبقى عنده مرونه في فكره يعني start again، ويعني وان احنا نقدر نبدا من البدايه عادي وكده. وبجد يعني الحوار مفعوله سحر. فنزلت واتمرنت، وبجد كنت الكبيره الوحيده اللي في التمرين كلهم كانت اكيد اطفال كده، وانا اكبر واحده تقريبا، لا مش تقريبا، انا كنت اكبر واحده. يعني تاني اكبر واحده ورايا كانت لسه هتدخل ثانويه عامه، فاللي هو احنا بنتكلم فرق اقل حاجه 4 سنين ولا حاجه، ولا 3 سنين. فده برضو كسر عندي رهبه فكره برضو انا كبرت وعجزت والحاجات الحلوه دي. يعني لو عندك 50 سنه وكده، كنت لسه شايفه سميح ساويرس كان اتعلم على البيانو وهو عنده باين 59 ومش عارف ايه. فبجد ده راجل بيفهم. اصل انا هقعد ابكي على الاطلال واقول انا كبرت بعد ما قلت انت كبرت، ما اخدش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه، يعني الدنيا ماشيه زي ما هي عادي. فبجد ما تخلوش حد يحسسكم ان انتوا الكلام ده انتوا كبرتوا عليه والهبل ده. يعني بجد يعني عيشوا حياتكم يا جماعه، عيشوا حياتكم، ميتين الناس يعني.
سوري يعني، بس ميتين الناس والله. اصل بجد الكلام مش بيلزق، وبجد مش كل اللي بيقول رأيه بيبقى بني ادم بيفهم اصلا يعني. فازاي تخلوا ناس مهما كان الناس دي مين يخلوكوا تعملوا حاجه انتوا مش حابينها، او يخلوكوا ما تعملوش حاجه انتوا حابينها او حابين تجربوها. انتوا مش هتخسروا حاجه من التجربه، بس انتوا كده كده خسرانين من عدم التجربه. فجربوا يا جماعه، جربوا، محدش هيقول يعني، محدش هيخسر غيركم. فالمهم بدأت، وبجد الموضوع كان تقيل عليا في الاول، اللي هو يا نهار ابيض يعني ايه ومش عارف ايه وكده. وقعدت فترة لسه بحاول امسك المضرب، الكورة بتيجي فيا، خايفة من الكورة اساسا. اللعبة مش سهلة، هي سهلة في التعلم، بس بتخوف قوي في الاول. قعدت كده حبة، وبعد كده مرة واحدة لا، انا عايزة اتمرن يعني. وصلت لمرحلة انا التمرين اللي جاية امتى، انا عايزة انزل اتمرن. انا الكوره وحشتني، المضرب وحشني، مش عارف ايه، ايديا اللي كلها كانت بتتعور وبتتفتح وحشتني. فخلاص يعني I think it's a دوبامين برضه، بس دوبامين نظيف، دوبامين نظيف. فبجد يا جماعه نقوا كمان الدوبامين، يعني الدوبامين بتاعكم، ما تخلوش الدوبامين بتاعكم معفن يعني بصراحه يعني. يعني استخسروا في نفسكم ان انتوا تضيعوا يعني تتشحنوا بدوبامين رخيص ودوبامين سيء، الكواليتي بتاعته سيئه. السوشيال ميديا، الشورتس، كل دي كواليتي سيئه جدا 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 عليكم. احنا كده خلاص وصلنا اخر نقطه، واللي هي ابنوا عادات بسيطه في اليوم. وركزوا ان انا هنا بكمل عشان انا بربي نفسي اني بكمل، علشان اعرف اكمل في الحاجات الكبيره بعد كده، ما اقفش في النص. وهكذا يا جماعه، ما تجروش، احنا مش في سباق. ويمكن انا متاكده مليون المية ان يمكن اكتر حاجه بتخلينا نقف ونرجع عن حاجه احنا كنا عايزين نكمل فيها، او ما بنقف واحنا مش عارفين احنا ازاي اصلا وقفنا، ان احنا بنجري، وان احنا عايزين نلحق كل حاجه. فاحنا عمالين بنتنطط من مكان لمكان، لا اخدنا ده ولا اخدنا ده ولا اخدنا ده ولا اخدنا ده. فبجد يا جماعه ما تجروش، احنا مش في سباق يعني. عيشوا حياتكم، خدوا نفسكم بجد والله، خدوا نفسكم واختاروا حاجتين بالكتير قوي. ما تدخلوش على حاجه تالتة غير لما تخلصوا الحاجه والحاجتين دي الاول. الكلام ده ليا قبل ما يكون لاي حد، عشان انا بحشر نفسي في مليون حاجه ومش بعرف اكمل في ولا حاجه، وبكتشف في الاخر ان ايه ده، انا عملت مجهود وقسمت نفسي مليون حته وما انبسطتش بولا حاجه فيهم. يعني كانت الكارثه هنا، كانت بالنسبه لي النقطه الفارقه اللي خلتني لا يا رحمه في حاجه غلط، اني مش عايزه اخسر حاجه. انا عايزه اكسب كل حاجه، عايزه احضر الماتش بتاعي، عايزه احضر الايفنت، عايزه اروح الجامعه عشان خاطر الغياب وعشان خاطر المحاضرات، عايزه اعيش حياتي الجامعيه، بس عايزه افضل لسه بشتغل، عايزه ادخل مسابقه واثنين وثلاثه، واقدم على انترنشيب، واقدم على ستودنت اكتيفيتي، واعمل كل حاجه في وقت واحد. طبعا يعني لو قلت لكم جدولي هتضربوني بالنار، بس والله بحاول يعني. انا كده بجد قللته، فانا لسه بربي نفسي، واحنا كلنا نربي نفسنا. انا عارفه الحته دي، متاكده ان كلنا بنعمل الحركه بتاعت ان انا بستخسر ما اقدمش في حاجه. باجي اني عايزه اقدم في ده، وعايزه اخد كورس الانجليش، وعايزه اعمل مش عارف ايه. احيانا بنعرف نظبطها يعني، احيانا بتيجي معانا وبنعرف نعمل يمين وشمال وفوق، بالاخص الحاجات اللي بننزل فيها وكده بنكون ملتزمين فيها اكتر. بس ايه اللي بيحصل؟ يجي يوم الفاينل، يوم فاينل المسابقه اللي خلاص هتنبسطي فيه وهتتصوري وتعبك كله هيظهر، تروحي بسرعه جري رايحه تقدمي البروجكت بتاعك، تروحي طالعه جري اصل انت عندك ماتش في اخر الدنيا، عشان انت عايزه تلحقي الماتش، عشان خاطر مش عايزه تخسري حاجه. انت خسرتي لانك هتبقي رايحه الماتش متاخر، او تعبانه او مرهقه، ودماغك في المسابقه، ودماغك في ان اصحابك مبسوطين هناك، وان انت المفروض كنتي معاهم تنبسطي، فانت مش مبسوطه وانت في الماتش، بس انت برضو ما استمتعتيش بوجودك هناك في المسابقه عشان انت ما رضيتيش تعتذري عن الماتش. ف يو هاف انك تختاري. خلاص انت هنا في البوزيشن بتاع انا هختار، انا هضحي بحاجه لاجل اني انبسط بحاجه كامله. يا جماعه ضحوا وانبسطوا بالحاجه كامله، اكتفوا بحاجه واحده انبسطوا بيها، خدوها للاخر، عيشوها للاخر. خلصوا جامعتكم، اقعدوا بعد الجامعه اليوم كله يعني. انا بالاخص بكلم الناس اللي بتشتغل، بجد هيضيع منكم ده وده، والله هيضيع منكم ده وده. اللهم الا ان انتوا حابين الشغل اكتر من يعني من جامعتكم، فهنا لا. يعني شوفوا ايه اللي بتحبوه اكتر،
حطوا له هو وقته اكتر، وحبوه واحتفظوا بيه، استمتعوا بيه للاخر. ما تمشوش بدري من الايفنتس، ما تمشوش بدري من المسابقه عشان عايزين تلحقوا حاجه تانية. اعتذروا عن الحاجه التانية واجلوها، يعني شوفوا ايه بالنسبه لكم الاولويه واعملوها. حاجات مش بترجع. ان المسابقه هو يوم واحد هعرض فيه فكرتي، هنبسط وهخلص اليوم كله، ويوم هو يوم. طالما دخلتي حاجه زي دي اي ثينك ان هي تكون فارقالك. فبجد احسبوها كده، اقعدوا احسبوها، انا ايه اللي فارق لي؟ انا طب دي هتتعوض؟ دي لسه عندي فيها فرصه ان انا اعيدها تاني، ولا دي ممكن تكون اخر فرصه، ولا انا حاسه ان المره دي انا تعبانه قوي في الحاجه دي، فانا عايزه ادوق طعم الفرح والنجاح والراحه بتاعته لاخر ثانيه. بس يعني معاناه كبيره قوي يا جماعه، انا اكتر واحده والله لازم بعاني منها، بس يعني بحاول، كلنا بنحاول. اي هوب ان بجد الكلام ده يساعد حد، بجد 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 بجد. يعني يمكن اكتر فيديو انا يعني انا متخيلتش في حياتي ان رحمه وصحابي عارفين الكلام ده، رحمه تتكلم نحدد البلانز بتاعتنا ونختار حاجه على حساب حاجه، عشان يعني انا بطبيعي حد ما بيعرفش يقول لا لحاجه، دي حاجه وحشه، دي حاجه وحشه. وما بيعرفش بالاخص يقول لا لمسؤوليات بالنسبه له، يعني هي مسؤوليات في حياته، لازم نقول لا غصب عننا، هنقول لا غصب عننا، هنضحي بحاجه عشان حاجه. فاختاروا تضحياتكم بس.